بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها التصريحات الخطيرة للرئيس التركي أردوغان، التي قال فيها إن تركيا مستعدة للتدخل عسكريا ضد إسرائيل لإنقاذ غزة إذا لزم الأمر. وهذه أول مرة في التاريخ تركيا تقول إنها مستعدة إنها تحارب إسرائيل، فهذا تغير في السياسة التركية منذ 80 عاما. تعالوا نبدأ ونرى لنسمع الرئيس التركي أردوغان. Canlı kalmış ölülerle dolu bir dünyada biz ülke ve millet olarak hakikati haykırmaya, bunun için siyasi, diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz. Kalbimizle, dilimizle, elimizle ne yapabiliyorsak yapacağız. Medeniyetimizin, inancımızın ve kültürümüzün gereği olan duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bununla birlikte kuru hamasete, ülkemize ve Filistin halkına fayda getirmeyecek adımlara, stratejisiz hamlelere de tevessül etmeyeceğiz. Çünkü biz gerisinde binlerce yıllık bir devlet geleneği ve devlet aklı olan Türkiye Cumhuriyeti'yiz. السؤال الآن: هل ستندلع حرب فعلا بين إسرائيل وبين الجيش التركي؟ سوف نرى على الخرائط. أيضا قال الرئيس التركي أردوغان أن تركيا تعتبر حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها حركة مجاهدين، وأنهم حركة تحرر وطني يحررون فلسطين المحتلة. Şimdi buradan İsrail'e ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar. Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler. Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. تصريحات أردوغان هي الأولى في تركيا من عام منذ إنشاء إسرائيل عام 1948 حتى يومنا هذا 45 سنة أن ممكن تركيا تحارب إسرائيل. هنا الصحفي التركي إبراهيم كاراغول قال: تصريحات الرئيس أردوغان هي انتقال ضمني وغير معلن لقانون الحرب. لقد كان بيانا بقطع العلاقات مع إسرائيل، وأعلنت تركيا الخيار العسكري ضد إسرائيل لأول مرة. هذا أدق توصيف لخطاب أردوغان، أنه قطع علاقات وارد، بل ربما، لأنه خلال الساعات المقبلة الرئيس التركي دعا لمظاهرة مليونية في إسطنبول، وبالتالي ربما يعلن فيها طرد السفير الإسرائيلي أو شيء من هذا القبيل. ماذا سيجري في خلال الساعات المقبلة؟ يعني المفاوضات في الكواليس الخلفية، لأنه بعد تصريحات أردوغان سيجري اتصالات مع أمريكا، اتصالات مع بريطانيا، اتصالات مع إسرائيل، وربما على نتيجة هذه الاتصالات سوف يجري طرد السفير الإسرائيلي أو قطع علاقات، أو ماذا سيحدث سوف نرى. لكن هذا أول مرة أن تركيا تقول أن الخيار العسكري أصبح موضوعا على الطاولة. أيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال: نحن عند نقطة التحول، وأضاف: في الوضع الحالي إما نخوض حربا أكبر أو سلاما أكبر. Değerli basın mensupları, bölgemiz tam manasıyla bir dönüm noktasındadır. İçinde bulunduğumuz konjonktürden ya daha büyük bir savaşa ya daha büyük bir barışa gideceğiz. Görüştüğüm tüm muhataplarım kamuoyu önünde söylemeseler bile bu tespiti paylaşmakta. كما نشاهد أن كلمة الحرب أصبحت حاضرة في خطابات المسؤولين الأتراك على أعلى المستويات إلى مستوى رئيس تركيا نفسه. أيضا أردوغان قال: لا تحولوا هذه الحرب لحرب بين الصليب والهلال، يعني بين الإسلام والمسيحية، لأن نهايتها ستكون سيئة جدا. نحاول أن نحل هذه الحرب دبلوماسيا، وإن اضطر الأمر سنتدخل عسكريا. الإسرائيليون الذين يحتمون بالقوى العظمى حاليا، تذكروا عندما تختفي هذه القوى فإن أول مكان ستبحثون اللجوء إليه هو تركيا. طبعا أردوغان هنا يرد على الرئيس الفرنسي ماكرون. الرئيس الفرنسي ماكرون دعا لتكوين تحالف صليبي، دعا أن تأتي كل جيوش أوروبا فيما يشبه الحملة الصليبية وتقوم باحتلال غزة اللي هي موجودة في قلب العالم الإسلامي. فماكرون يريد إحياء الحروب الصليبية مرة أخرى.
فالرئيس التركي يقول إن هذا خطأ. وطبعا إعلان الرئيس التركي لمعارضته لهذا، لأنه أردوغان هو زعيم العالم الإسلامي. يعني أردوغان لما يقول إن ما يدعو إليه ماكرون خطير وأن تركيا تعارض هذا ولن تسمح به، هذا معناه أن العالم الإسلامي كله سيقف ضد دعوة فرنسا وضد دعوة ماكرون، لأنه ماكرون وفرنسا يريدون إشعال حرب. وتذكروا أن الحروب الصليبية بدأت من فرنسا، يعني هناك لغز خلف فرنسا. دعوة المغول لاحتلال العالم الإسلامي كانت بدعوة من فرنسا. دعوة المغول لاحتلال أوروبا، المغول ذبحوا الأوروبيين ذبحا يعني، كانت أيضا بدعوة من فرنسا. يعني فرنسا هذه مسعر حرب في التاريخ كله، يعني مصائب. المهم تعالوا نكمل. طبعا أردوغان بيقول أنه يعني هو بيخاطب اليهود. تذكروا أنه إذا أمريكا انتهت سيطرتها على العالم، فإنه كل العالم، يعني أوروبا المسيحية الكاثوليكية عندها عداء شديد لليهود، روسيا الأرثوذكسية عندها عداء شديد لليهود، لأنه الكنيسة تقول أن اليهود هم الذين قتلوا سيدنا عيسى، تقول أن هم قتلوا المسيح. بينما هذه المسألة غير موجودة عند المسلمين. ولذلك اللي يرجع منكم ليقرأ مذكرات اليهود في العصور الوسطى والمراسلات بين اليهود الموجودين في العالم الإسلامي واليهود الموجودين في أوروبا. اليهود في أوروبا في البلاد المسيحية يعني بيبقوا في حالة اندهاش كيف أن اليهود في البلاد الإسلامية تجار وأغنياء ويشغلون مناصب، ويعني بالنسبة لهم هذه أمور خيال. ولذلك لا تجد في الدول الإسلامية قانون معاداة السامية على الإطلاق يعني. طيب المهم السؤال كيف ستتدخل تركيا عسكريا، لأنه لم يقل سنحارب ولم يقل، يعني كلمة نتدخل عسكريا تشمل من الحرب إلى فرض حصار بحري إلى توريد أسلحة إلى قطاع غزة إلى غير ذلك. يعني هي كلمة فضفاضة تحتمل معاني كثيرة. وطبعا أردوغان أنا أعتقد أنه هو تعمد أنه يصيغها بعبارة فضفاضة تحتمل كل المعاني، بحيث أنه لما يجلس على طاولة المفاوضات يكون أمامه وسائل الضغط كثيرة جدا. فهل تركيا ستورد لقطاع غزة طائرات بيرقدار، دفاعات جوية وما إلى ذلك، بحيث تستطيع أن هي توقف القصف الإسرائيلي على المدنيين وغير ذلك؟ هل أصلا قطاع غزة، هذا احتمال وارد، هل قطاع غزة فيه طائرات بيرقدار لم تستخدم حتى الآن أو جرى تهريبها قبل ذلك؟ الله أعلم. يعني الأحداث هي التي سترينا ما الذي سيحدث أو ما الذي حدث. كل هذه أمور غامضة حتى الآن، وعبارات الرئيس التركي أردوغان تفتح المجال واسعا أمام ما الذي حدث وما الذي سيحدث. هنا حضراتكم الخريطة بترينا هل هناك إمكانية للتدخل العسكري التركي بري، يعني قوات تركية تنتقل. كما سنرى على هذه الخريطة أنه لدينا طريقين للجيش التركي كي يصل إلى قطاع غزة. أولا الطريق البري، وهنا طبعا سيصطدم بالجيش الأمريكي، لأن الجيش الأمريكي طبعا كما نعلم موجود في سوريا، فبالتالي لن يسمح بمرور الجيش التركي يبقى يدخل في معركة معه. وإذا وافق الجيش الأمريكي أنه الجيش التركي يمر، فهنا هيصطدم بالجيش الإيراني. إيران أكبر عدو بالنسبة لإيران المسلمين السنة. من هو رئيس إيران؟ لابد، ما هو لما بنتكلم في قتل عثمان بن عفان، لأنه اللي مش فاهم، سوريا ضاعت بسبب عدم فهم قتل عثمان بن عفان، والعراق ضاعت بسبب هذا، والدولة العثمانية سقطت بسبب عدم آخر سلاطين في عهد الدولة العثمانية لم يفهموا مقتل عثمان بن عفان، وذلك ضاعت الدولة العثمانية. هو هل كانت صدفة ومسألة كده عبثية إنه أول سلطان في الدولة العثمانية اسمه عثمان؟ هل صدفة إن اثنين من سلاطين الدولة العثمانية اسمهم بيزيد، بيزيد الأول وبيزيد الثاني؟ بيزيد أبو يزيد هو سيدنا معاوية بن أبي سفيان. هل محمد الفاتح كان ساذج لما كان بيختار اسم بيزيد لابنه؟ يعني ابن محمد الفاتح اسمه السلطان بيزيد، فاسم عثمان وبيزيد. طبعا العثمانيين هؤلاء اللي أسسوا امبراطورية كبيرة لابد يكونوا ناس مثقفين. في تلك الفترة كان لابد تختار أنت في صف أنصار عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا في صف قتلته. فواضح الدولة العثمانية، واضح من أسماء السلاطين كان خيارهم نحن في صف عثمان بن عفان. وفي أبيات شعر ممكن أعرضها لكم مرة، وهم بيقولوا إحنا موقفنا من الصحابة كذا وكذا وغير ذلك من هذه الأمور يعني. والدولة العثمانية كانت تمنع تماما لعن سيدنا يزيد بن معاوية رضي الله عنه. طبعا دعكم من الآن طبعا بعد ما تركيا سقطت في يد العلمانية وجرى تشويه العقل التركي بالخرافات القادمة من إيران بلعن سيدنا يزيد وهذه الأمور، لكن هذا كان غير موجود في الدولة العثمانية.
طيب المهم إيران لن تسمح. إيران نرجع، رئيس إيران من يا جماعة؟ ما اسم رئيس إيران؟ وفقا للمادة 5 من الدستور الإيراني رئيس إيران هو المهدي. وبما أنه المهدي موجود تحت الأرض أو في مكان ما لا نعرفه وفقا لما يقوله إيران، فإنه خامنئي المرشد هو نائب المهدي، بيقابله في المنام في الحلم، الله أعلم. المهم يعني هو ده اللي حصل. طيب وإيران تقول هدف إيران والدستور الإيراني كله المكتوب المادة 5 أن كل إيران وجيش إيران وقوة إيران تعمل من أجل ظهور المهدي، وأن المهدي لا يمكن أن يظهر والكعبة موجودة، فلا بد أن احنا ندمر كل البلاد الإسلامية السنية وطبعا منها تركيا والجزيرة العربية، ولا بد أن احنا نذهب إلى الكعبة نهدمها وقبر الرسول ننبشه ونستخرج جثمان أبو بكر وعمر وعثمان ونقوم بجلدهم ونجلد السيدة عائشة رضي الله عنها. فهذا هو الحلم الإيراني. فإيران لن تسمح، لأن إيران بالنسبة لها عدوها الأول تركيا والعرب، لأن العرب مسلمين سنة، فدي العقيدة الإيرانية. فلن تسمح أبدا بمرور الجيش التركي على الإطلاق. وإن هزم طبعا الجيش التركي يستطيع أنه يسحق إيران في ساعتين، ولا حتى الجيش التركي. قرية في سوريا، شوية عيال في سوريا يستطيعون أن يدخلوا طهران في نصف ساعة. والله هؤلاء أحفاد معاوية بن أبي سفيان. وانتوا رجعوا كده لكتاب نهج البلاغة، وسيدنا علي يصف خوف أنصاره من جيش معاوية. كان كلهم تعالوا نقاتل معاوية، يقولوا لا كفاية اللي عملوا فينا معاوية في صفين. وإيران تعرف هذا، وتعرف من هم أحفاد معاوية في الشام، وتعرف أن أحفاد معاوية قادرين على يدخلوا طهران في 10 دقائق. والله مجرد يقولوا سنذهب إلى طهران لا يهرب ملال إيران منها. ولكن المشكلة ليست في جيش إيران، العالم كله يحارب الشعب السوري. المهم فإيران أصلا جيش هيتصدى لكن هيهزم الجيش الروسي، وبعد ذلك مفروض تتجه إلى فلسطين. طبعا الأردن موجود فيها الجيش الأمريكي، فالمهم هيتجه إلى فلسطين. وفلسطين طبعا دي فلسطين 48 اللي أمريكا بتعتبرها أرض إسرائيلية، وإنه لا يجوز دخولها، لأنه دي يعني في هذه الحالة الجيش الأمريكي نفسه سيدخل الحرب. طيب إذا الطريق البري مسدود كما نشاهد، لدينا الطريق البحري، والطريق البحري كما تشاهدون يمر عبر قبرص، وقبرص فيها الجيش البريطاني. انتوا عارفين الجيش البريطاني موجود في قبرص من امتى؟ الجيش البريطاني موجود من قبرص في قبرص عام 1881، وحضر إلى قبرص لاحتلال مصر. يعني الجيش البريطاني انطلق من قبرص لقناة السويس ثم دخل القاهرة. شوفوا احنا بنتكلم فيه 140 سنة مضت. هل في أحد في العالم المصري يقول لنا الخطورة العسكرية لقبرص على مصر؟ دور قبرص في الأمن القومي المصري؟ أبدا، ولا نعرف فين قبرص. الإعلام لا بيلهيك باللاعب محمد صلاح نفش شعره، مش عارف مين المذيعة عملت حواجبها، مين نفخت شفايفها، والكلام التافه. المهم نرجع لقبرص. فطبعا لو الجيش التركي هينطلق هيقابله هنا إلى غزة، فورا الجيش الأمريكي هيقطع طريقه. الجيش الأمريكي متمركز في اليونان وفي كريت، الجيش البريطاني أيضا يستطيع أن هو يقطع طريقه، لأن ده هيبقى نقل بالسفن. فعمليا الطرق البرية والبحرية مغلقة، فلا يوجد يعني بنسبة 95% 99% لا يمكن للجيش التركي أنه يتدخل في غزة عمليا، يعني لأنه محتاج يحارب أمريكا ويحارب قبرص ويحارب بريطانيا ويحارب روسيا ويحارب العالم كله. احنا شاهدنا في سوريا فيها حلب، جيوش 35 دولة في العالم كانت تحارب في حلب لإسقاط حلب. 35 دولة، جيوش 35 دولة في العالم، كل الجنسيات والملل، حتى الصين نفسها بتحارب في حلب، حتى أسقطوا حلب وطردوا الشعب السوري من حلب. موضوع كبير. المهم فأنا أعتقد إذا تركيا بتتدخل عسكريا هيكون هذا بالتفاهم مع الأمريكان. هل وارد أن الأمريكان فعلا يعني يقولوا أوكي إحنا موافقين أن الجيش التركي والبحرية التركية تنطلق إلى غزة وتعمل إنزال في غزة وتضرب إسرائيل؟ وارد جدا. وحصل في تاريخنا نحن في مصر في حرب أكتوبر أنه الجيش الإسرائيلي لما احتل سيناء، وبعدين في حرب أكتوبر عبر إلى الجيش الإسرائيلي، عبر داخل، أصبح على بعد 80 كيلو من القاهرة، وكادت أن تسقط القاهرة. راجعوا في ذلك مذكرات أنور السادات رئيس مصر في تلك الفترة، اسمها البحث عن الذات. وراجعوا أيضا، اكتب على اليوتيوب حسني مبارك رئيس مصر التالي قائد القوات الجوية، الحلقة اسمها كلمة للتاريخ، 5 ساعات كاملة، وبيتحدث يقول
لما الجيش الإسرائيلي عبر إلى القاهرة، الجيش الأمريكي هدد الجيش الإسرائيلي بأنه الطائرات الأمريكية نفسها ستقصف الجيش الإسرائيلي إذا لم يرتد ويعود إلى سيناء مرة أخرى. والأمريكان أجبروا إسرائيل أنها تنسحب، وأنا كنت عملت حلقات عن ذلك على اليوتيوب، ولكن للأسف الحلقات قد حذفت. فالجيش الأمريكي هو اللي تدخل لإنقاذ القاهرة من السقوط، لأنه في الآخر هذه دول سايكس بيكو، يعني كل هذه حدود سايكس بيكو. فلما بيجي حد بيضرب حد بيعتدي على حد، فبتيجي أمريكا بتسلك وتحوش. يعني أنا بقول العالم هو عبارة عن سوق في دكاكين، وفي صاحب السوق، صاحب السوق أمريكا. ممكن بقى إسرائيل تضرب في مصر، مصر تضرب في الأردن، بتاع كلام هذا القبيل، تأتي صاحب السوق يعمل يظبط الأمور. يعني طبعا إسرائيل لها الحظوة، لكن هي واحدة من البائعين يعني. فلذلك أنا بقول إسرائيل وأخواتها. فاللي أنقذ القاهرة من السقوط في حرب أكتوبر كان الجيش الأمريكي، وهذه شهادة حسني مبارك، عشان ما فيش واحد يكتب لي في التعليقات أنت خاين وأنت تقول لا. لا يا حبيبي، أنا بقول لك ارجع لشهادة حسني مبارك قائد القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر، واللي أصبح رئيس مصر بعد ذلك، وبيقول اللي أنقذنا وأنقذ القاهرة من السقوط الجيش الأمريكي. لماذا؟ لأنه أمريكا تدرك أنه لو إسرائيل احتلت مصر هتتحول مصر كلها لغزة، فما في داعي لذلك. ففي حرب أكتوبر كانت لكي تبقى الأنظمة الحاكمة العربية، وإن إحنا بنعادي إسرائيل وبنحارب إسرائيل، وآخر هذه المسرحية. طيب أنا أرى ولا أعتقده أنه جزء من المسألة هو ضغط على إسرائيل نفسيا وسياسيا، وأنه في الآخر أيها الجيش الإسرائيلي توقف. أمريكا لا تريد هذه الحرب تستمر، وأنا تناولت في ذلك حلقات سابقة. هنا الذي يفعله أردوغان حاليا هو نفس ما فعله صلاح الدين الأيوبي من قبل. احنا ذكرنا في حلقة سابقة أنه الأراضي اللي كانت خاضعة لصلاح الدين الأيوبي اللي هي الشام والموصل، وصلاح الدين الأيوبي سيطر على دمشق. الأيوبيين وقبلهم الزنكيين كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيدخلوا في حروب مع الصليبيين. فكانت الدولة الفاطمية دي دولة شيعية، كانت تطلع تحارب الزنكيين والأيوبيين وتتحالف مع الصليبيين. وكان فينا دولة الحشاشين، وطبعا لهم قلاع أيضا كانوا بيهجموا على الأيوبيين. كانوا دول شيعية كثيرة موجودة في تلك الفترة، والحروب ضرب بينهم وبين صلاح الدين الأيوبي 20 سنة. وهم يقولون نحن أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن أهل بيت رسول الله، وصلاح الدين الأيوبي عدو للإسلام، وصلاح الدين الأيوبي عدو لأهل بيت رسول الله. يعني انسوا الرواية الموجودة حاليا. لما ترجع في كتب المؤرخين الذين عاشوا في تلك الفترة، صلاح الدين الأيوبي كان مصنف على أنه ناصبي، وعلى أنه عدو للإسلام، وأنه عدو لأهل بيت رسول الله، وعدو لأحفاد علي بن أبي طالب، وأنه هو معاوية بن أبي سفيان الجديد، وغير ذلك من هذه الاتهامات والأمور يعني. فصلاح الدين الأيوبي كان لم يبدأ هو بحرب الدول الشيعية، الدول الشيعية التي حاربته. هو بدأ الأول بحرب الصليبيين ولم يحارب الدول الشيعية. الدول الشيعية ماذا فعلت؟ خرجت تنقذ الصليبيين وتحارب صلاح الدين الأيوبي. فهنا أصبح صلاح الدين الأيوبي له الحق أو الحجة أمام عامة المسلمين أنه هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل بيت الرسول وأنهم أحفاد الرسول وكل هذه الخرافات، ما فيش حاجة اسمها أهل بيت الرسول الآن أصلا. الله في القرآن يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولذلك في القرآن بني إسرائيل ولا يوجد بني محمد. وهم ما بيقولوش لماذا لا يقولون نحن بني محمد؟ لأن ربنا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فهمنا القصة؟ فبدأوا يلتفوا ويجيبوا مصطلح أهل البيت على زوجات النبي ويقولوا هو أهل البيت هم الحسن والحسين، جعلوا الحسن والحسين نساء. يعني قمة في التزوير في التاريخ. المهم، فربما أنه أردوغان بيلعب نفس لعبة صلاح الدين الأيوبي، إن أنا راجل ضد إسرائيل وبعدين هيأتي الباقيين يحاربوني، فأنا أكون في هذه الحالة أكون فضحتهم أو كشفتهم. طبعا أردوغان التقى برئيس حزب الهدى الإسلامي الكردي أبي زكريا أغلو، التقى بدولة بهجالي زعيم حزب الحركة القومية التركي. جزء أيضا من اللي جرى، بدأ أردوغان يتخذ إجراءات أنه ألغى اتفاقية التنقيب عن الغاز مع إسرائيل. هنا في موقع أنسون خبر التركي، تركيا تعلق اتفاقات الطاقة مع إسرائيل. هذه الاتفاقات تقول أنه تركيا وإسرائيل هينقبوا عن الغاز في البحر المتوسط، والغاز ينقل إلى ميناء جيهان التركي، وبالأنابيب ينتقل إلى أوروبا. طبعا هذه ضربة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ومشكلة، وفي نفس الوقت هذا يخدم أجندة المناخ، أن البترول والغاز وهذه الأمور تلوث البيئة، والانتقال للطاقة الكهربائية والشمسية إلى آخره يعني.
حرب غزة ستؤدي إلى إنهاء اتفاقية البترودولار، وتؤدي إلى وقف إنتاج البترول والدولار والبترول والغاز إلى آخره. يعني الحرب دي حرب تاريخية بالمناسبة يعني. المهم، الرئيس التركي أردوغان دعا لمليونية في اسطنبول يوم السبت. الحزب بتاعه اللي دعا، لكن يرجح إن هو يحضر هذه المليونية، وربما يعني يتخذ فيها قرارات أو شيء من هذا القبيل. وأنا أعتقد أنه بيفعل يعني في نيته هذا، يعني ما يجمع هذا الحج الكبير من أجل أن يقول كلمة حماسية. أكيد في إجراءات ما سيتخذها طرد سفير أو غير ذلك يعني. هنا حضراتكم الموقف الأمريكي، لأنه في النهاية أمريكا اللي تحكم العالم، فبالتالي لابد نفهم اللاعب الكبير أمريكا. أنت في ملعب في لاعيبة، وأكبر لاعب أمريكا، فلو بتعرف كل من يلعبون في هذا الملعب ماذا يفعلون. أمريكا ضد الحرب أصلا. فهنا في صحيفة إذاعات أهرنوت تقرير أمريكي: المناورة البرية تأخرت لتتمكن الولايات المتحدة من نشر أنظمة دفاع جوي لحماية جنودها. وذكر صحيفة وول ستريت جورنال أن البنتاجون يعمل على نشر حوالي نظام دفاع جوي في الشرق الأوسط لحماية الجنود الأمريكان المتمركزين في العراق وسوريا والكويت والأردن والسعودية والإمارات، ومفروض كان في صحيفة قرأت قطر، ضد الصواريخ والقذائف الصاروخية. أمريكا لا تريد هذه الحرب، والحكومة اليهودية اليمينية برئاسة نتنياهو موجود في السلطة. أمريكا عايزة تعمل مظاهرات في إسرائيل، تسقط هذه الحكومة، نعمل انتخابات جديدة. الانتخابات تأتي بحكومة يسارية، والحكومة اليسارية تشن هذه الحرب البرية. والحكومة اليسارية يسهل أن هي تعمل مفاوضات سلام، لأن هي هتقول نحن لم نهزم، إنما هزمت الحكومة السابقة حكومة نتنياهو وكذا، فهتبقى حرب برية ليست جدية يعني. الموقف الأمريكي يلخصه هذا الكاريكاتير، وأنا ذكرت هذا في فيديو سابق يعني، ولكن في واحد عمل هذا الرسم معرفش مين يعني. هنا حضراتكم إسرائيل اللي هي الكلب اللي قاعد يهوهو على فلسطين، وهنا أمريكا وهي ماسكة الحبل. فالكلب يقول لك سيبني بقى أنا هاكله هعضه، كلام من هذا القبيل. طيب لما أمريكا تترك الحبل، فورا الكلب يرجع يقول لك أنت سبتني ليه؟ فهذا هو تحليل الموقف الإسرائيلي الأمريكي. وهذا حدث في تاريخ مصر في حرب يونيو، لما مصر هزمت حرب يونيو 1967. كان جمال عبد الناصر رئيس مصر هو الكلب ده، هو كلب ده، أسوأ من كلب. اللي سلم سيناء وسلم الضفة الغربية وسلم غزة، ده كان المفروض يتحكم بتهمة الخيانة ويعدم ويشنق في ميدان القاهرة. اللي قسم السودان، هل في خيانة أكتر من هذا؟ لو كان كلب أحسن منه. المهم، فجمال عبد الناصر كان هو الكلب الذي هو أنا هحارب إسرائيل، أنا هدمر إسرائيل كأمام الشعب. فراح الأمريكان عملوا إيه؟ تركوا الحبل. هو كان يعني إيه؟ في اعتقاد أمريكا تقول له لا خلاص مش هتحارب وكذا، لأن الأمريكان أنقذوه في حرب العدوان الثلاثي. لما الجيش الإسرائيلي احتل كل سيناء عام 1956، جاءت أمريكا وأخرجت الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي خرج بدون نحن كمصر نطلق عليه طلقة واحدة، لأن أمريكا قالت لا نريد الجيش الإسرائيلي في سيناء، فخرج الجيش الإسرائيلي من سيناء. فعبد الناصر اعتقد الأمريكان سيكرروا نفس المسألة. المهم، ونخص فيديو يشرح لهذه الأمور يعني. فالمهم إيه، الأمريكان قالوا خلاص روح بقى الحرب، مش عايز تحارب اتفضل حارب. فطبعا راحت إسرائيل ضربته، وقصة طويلة يعني كما نعلم. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا مسلسل صلاح الدين الأيوبي، أرجو مشاهدته. طبعا المسلسل لا يقول أحداث حقيقية، لكن على الأقل تعيش أجواء ذلك العصر. وبعد كده فيه كتاب لمؤرخ صليبي كان موجود في الحملات الصليبية، نسيت اسمه لا يحضرني الآن، لكن هذا أخطر كتاب يشرح، لأنه ذهب وقابل الخليفة الفاطمي اللي كان بيحكم القاهرة، وهذا كان ممنوع حد يراه، وكانت الناس كي تقترب منه لابد تنام على بطنك وتزحف، وبعدين هو بيعمل وراه ستار، يعني في ستار حتى أنت يكلمك من خلف هذا الستار، وبيقول لك أنا حافظ الرسول وأنت مش معاك تتكلم، وأنت لما تعارض يبقى أنت. شرح كل هذه الأمور بالتفاصيل. وطبعا هذا المؤرخ الصليبي كان مؤيد للفاطميين، يعني للدولة الفاطمية الشيعية اللي حكموا مصر يعني. المهم بيشرح هذه القصص، يعني قصص لأنه هو كرجل عاش مع الصليبيين وعاش مع الفاطميين. الفاطميين اللي هم إيران، يعني إيران الآن يعني. أرجو الاستماع لهذا المسلسل. هنا في رسالة على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسهل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، رابط قناة تليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قناة فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوا الأنماط في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.